السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة يا رب. النهارده هنعمل كركديه او عناب. ما شاء الله بيبقى طعمه لذيذ وحلو. هنا بديله شطفة كده كويسة قبل ما اعمله. لازم نشطفه كده تحت المية عشان بيبقى فيه اتربة. بمية من الحنفية عادي، مية باردة من الحنفية، نديله شطفة كده كويسة عشان هو بيبقى عند العطار يعني معرض للاتربة لاي حاجة تمشي عليه، فلازم نشطف الحاجة. هنا بقى هضيفله مية واحطه على البوتاجاز بقى يغلي غلوتين بس وهطفي عليه. والمشروبات الجميلة بيبقى طعمها حلو، وحاجة ساقعة كده في التلاجة في الجو الحر اللي احنا فيه ده افضل كتير كمان ما تجيبي حاجة ساقعة، ده افيد طبعا واحسن. حطيته بقى كده على النار يغلي غلوتين بس، بعد كده هطفي عليه. هو اول ما يبدأ يغلي معايا هضيف له السكر. والسكر حسب ما انتي حابة، ممكن لو حابة تشربيه كده من غير سكر خالص براحتك. انا هضيف له 5 معالق سكر وهقلبه، هلاقيه عادب هظبطه بقى حسب ما انا بحبه. وبسيبه يغلي غلوتين بس، بعد كده هطفي عليه واغطيه لحد ما يهدى خالص، بعد كده هصفيه. ما شاء الله كان طعمه لذيذ. يا رب الفيديو يعجبكم كده وتشتركوا في القناة عشان تكبر وتنجح بيكم، وبشكر كل اللي اشترك، بشكركم. هنا بوريهولكوا وهو بيغلي. نحاول برضو ايه ما نصفوهوش وهو سخن كده عشان يبقى سخن جدا، يعني سيبيه يبرد خالص بعد كده صفيه. هنا بعد ما برد خالص طفيت عليه النار بقى وغطيته وسبته لما برد خالص. هنا بقى هصفيه. صفيه بقى تحطيه في التلاجة كده، بيبقى ما شاء الله مشروبات اللي بيبقى طعمها حلو. حطيت تلج بقى كده في الكوبايات وهصبه. لو عندك موز بقى جربيه بالموز، لما يبقى عندك موز بقى ضيفي عليه، قطعي عليه موزايه كده، ما شاء الله يبقى جميل برضو بالموز. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.